الفرق بين الروم اللي مذكورة في القرآن والرومان اللي بندرسهم في التاريخ. تعال نرجع للتاريخ كده. سنة 395 ميلادية تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية الكبيرة اللي كانت في روما لدولتين، دولة رومانية غربية مقرها روما زي ما هي، والدولة التانية رومانية شرقية مقرها بيزنطة اللي هي عاصمتها قسطنطينية اللي هي بتاعت قسطنطين اللي هي مكانها دلوقتي تركيا. حلو. اللي في روما الغربية دي اسمهم الرومان، فضل اسمهم الرومان. أما اللي في بيزنطة بقى اسمهم البيزنطيين، وده الفرق ما بين الرومان والبيزنطيين. سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476 ميلادية. خلاص كده المفروض يعني مصطلحا تاريخيا ما عادش في حاجة اسمها الرومان. اللي متبقيين هم البيزنطيين اللي أصلهم برضو روماني، يبقى البيزنطيين أصلهم روماني. جميل كده. وجات الدولة البيزنطية أصلا اللي هي في تركيا دلوقتي أو مكانها كان تركيا حاليا، سقطت 1453. 1453 الدولة دي كانت هي أقرب ناس من الرومان للمسلمين، فكان المسلمين بيطلقوا عليهم الروم بناء على إن هم أصلهم أصلا من روما، رومان. إذن فالرومان اللي كانوا في روما، البيزنطيين اللي كانوا في الدولة البيزنطية اللي هي أصلهم أو اللي هم أصلهم رومان برضو، والروم هم البيزنطيين. فالموضوع مش بعيد، فيه اختلافات بسيطة خالص.